السلام عليكم احبابي الكرام. عام سعيد جديد عليكم، عام 2025. يا رب يكون عام خير وبركة ان شاء الله، وربنا يا رب يحقق لكل حد بيتمنى شيء يحققه له في السنة دي ويعوضه دايما خير، وينصر كل من هم مستضعفين في الارض. اللهم امين. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة جاي اعمل مقارنة سريعة كده ما بين اللوتس القطاع الرابع او الطرح الجديد اللي هو في القطاع الرابع، او النرجس الجديدة القطاع او المرحلة الثامنة. طبعا احنا عندنا نرجس جديدة مرحلة ستة، ودي اتبنت بنسبة 70 او 75% بالفعل، وفي مرحلة ثامنة جنبها اللي هي في وش جاردينيا، ودي لسه ما تسلمتش زي اللوتس الطرح الجديد. لو بعمل مقارنة ما بين اللوتس القطاع الرابع ولا النرجس المرحلة الثامنة، ما بين الاثنين، من وجهة نظري اللوتس القطاع الرابع افضل كتير، لانها الارض مهدة لسه ما تسلمتش. انا ليه بتكلم عن المنطقتين دولت؟ عشان دولت لسه ما تسلموش باختار تخصيص ومحضر استلام، فيهم برنت وكود حجز. طيب من وجهة نظري الأقرب للتسليم وللسكن بالفعل هي اللوتس القطاع الرابع أو الطرح الجديد. أولا اللوكيشن بتاعها متميز جدا لأنه بين التسعين الشمالي والجنوبي، المناطق اللي حواليها بالفعل بدأت تتبني وبدأت تشتغل وبدأت يتعمل فيها المولات، وفي مناطق سكنية بالفعل جنبها زي اللوتس الجديدة أو اللوتس الشمالية واللوتس الجنوبية، وفي طبعا جنبها محطة المونوريل، ده غير الجامعة الأمريكية وغير الفيوتشر. منطقة اوريدي مستقبلها حلو قوي، 122 عمارة تقريبا، مجرد ما تسلم هتطلع على طول وهتشتغل. اللوتس انما بالنسبة للنرجس اللي هي المرحلة الثامنة لسه ما تسلمتش، لسه هيتعمل فيها دك للتربة ولسه قدامها وقت طويل، فانا اتصور ان اللوتس القطاع الرابع هتسكن قبل النرجس المرحلة الثامنة بكتير. فلو انت بتاخد قرار في حاجة لسه كود حجز او برنت او لسه ما تسلمتش، يبقى اللوتس القطاع الرابع هي افضل اختيار ليك، ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ اختيار الشركة المناسبة، اختيار العقد المناسب، اختيار الدور المناسب، اختيار الموقع المناسب جواها. دي نقط مهمة جدا وانت بتفاضل في اللوتس القطاع الرابع وبتشتري فعلا حاجة جوه اللوتس القطاع الرابع، خصوصا ان الشركات اللي هي اسمائها كبيرة مش كتيرة فيها. معظم الشركات الكبيرة او الاسماء الكبيرة كانت شغالة في النرجس المرحلة الستة مش الثامنة، وبعد كده اتنقلوا بمنطقة بيت الوطن وخدوا فيها اكتر لعوامل كتير بقى وحاجات كتير نقدر نستفسر عنها او نسترسل عليها بعدين. لكن الاهم من ده كله، لو انت بتاخد في اللوتس القطاع الرابع كموقع ولوكيشن حلو قوي وممتاز وكل حاجة، لكن لازم تشتري صح وتشوف هتشتري من مين. انا عامل فيديو عن اللوتس القطاع الرابع ونازل ومصور جواها، تقدروا ترجعوا للفيديو دوت وتشوفوه وتشوفوا على الطبيعة مدى تميز الموقع. لكن تاني بكرر، وانت بتختار فيها اختار لوكيشن صح وشركة صح. بالنسبة للمرحلة الثامنة، انا شايف ان المرحلة الثامنة يعني ممكن نستنى شوية لحد ما تقرب على انها تتسلم او يبدأوا يمهدوا الطرق فيها، نبدأ بعد كده نختار فيها. بالنسبة بقى للنرجس المرحلة الستة، لو هنشتري فيها نحاول نختار حاجة قائمة ومبنية بالفعل، ويكون نظام سدادها مناسب لينا، علشان خاطر ما نبقاش محتارين واحنا بنشتري من شركات ممكن تبقى مش قوية، او من شركات تتأخر علينا في التسليم او تدينا اسعار او حاجات مش منطقية. يعني فيديو سريع كده عن المنطقة ديت، لان منطقة اللوتس الجديدة القطاع الرابع من المناطق اللي انا شايفها مستقبلها حلو قوي ومتميزة جدا، ومساحتها صغيرة كده محندقة زي كومباوند صغير، بس ازاي تشتري فيها ده مهم جدا، وتشتري صح ازاي. طبعا مش هنسى ان انا افكركم بحاجتين. الحاجه الاولانيه، لو انتم محتاجين مراجعه اوراق قانونيه او عقود، او ان انا اكون معاكم بنفسي في العقود والاوراق القانونيه لاي منطقه في القاهره الجديده والتجمع الخامس، يشرفني ويسعدني حاجه زي كده. بقيت بعمل الموضوع دوت بشكل جديد ومستحدث، فلو حد محتاجني فيه يكلمني وهننسق مع بعض الموضوع الياته هتكون ازاي. النقطه الثانيه، لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.